ودي بقى أكلتنا النهاردة، سهلة جدا وبسيطة خالص واقتصادية. الشعب المصري كله بيحبها، مفيش حد ما بياكلهاش. كشري أصفر وبطاطس محمرة وسلطة ومخلل. أكلة حلوة قوي، طبعا الشعب المصري كله بيحبها زي ما قلت كده. واللي ما بياكلهاش يكتبلي في الكومنت كده عرفوني. تعالوا بقى أقولكوا على الوصفة بتاعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايكات كتير وكومنتات اكتر. كومنتاتكم بتفرحني جدا وبتشجعني جدا جدا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي يا رب، ودايما كده بتشجعوني وبتفرحوني بالكومنتات بتاعتكم. انا النهارده بقى هعمل كشري اصفر. معايا غسلت شويه رز ونقعتهم شويه وعدس زي ما انتوا كده شايفين. انا حطيت حته زبده وحبه سمنه في الحله اهو، على ما الزبده تسيح. اللي ما عندوش زبده عادي ممكن يعملوه بس بزيت. اكله بسيطه خالص وسهله. احنا بقى نستنى لما الزبده تسيح معانا. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. انا عارفه ان الاكله دي سهله كلكم بتعرفوا تعملوها، بس انا قلت اشارككم بس اهو. سبت بس لما الزبده تسيح. فعلوا بقى الجرس كده ولايكات كتير كده، دايما بتفرحوني وبتشجعوني جدا بالكومنتات بتاعتكم والله العظيم. انا كان عندي مكعب مرقه حطيتها اختياري، عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين متحطوهاش. بس احنا متعودين على المرقه ديت في اي اكل اهو. انت حاطه الرز بقى، هديله بس تشويحه كده مع الزيت والزبده، بتخليه مفرفره اهو. هفضل اقلب فيه شويه اهو. بيفرفروا على فكره. هفضل اقلب كده اهو. هفضل اقلب شويه حلوين يعني، بيخلي الكشري مفرفر اهو. حطيت شويه ملح وحبه سكر صغيرين. السكر برضو بيخليه مفرفر وبيبقى بيدي طعم يعني اهو. قلب 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 لحد ما ايديك توجعك عادي. حبايب قلبي بقى، لايكات كتير وكومنتات اكتر ويشجعونا كده اهو. نفضل نقلب شويه واللي لسه بقى مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد مننا. حطيت شويه كمون صغيرين اهو. برضو الكمون برضو بيدي ريحه حلوه اوي وطعم جميل جدا للكشري الاصفر. نفضل نقلب شويه كده. وانا برضو غسلت الرز، غسلت العدس اهو. نفضل بس نقلب شويه كده اهو، عشان بس الحبايه تفرفر معانا. حطيت العدس اهو، نقلبهم الاتنين على بعض. نقلب الاتنين على بعض كده اهو. طبعا بقى انا كنت غاليه ميه في الكتل، ميه سخنه. نقلبهم بس كده شويه كمان اهو. انا ماشيه بس معاكم خطوه بخطوه. انا عارفه الاكله ديت سهله جدا والكل بيعرف يعملها، بس انا قلت اشارككم معايا. انا غليت الميه، حطيت الكميه بتاعه الرز. نشوف كده
اهو. تمام كده الكمية مظبوطة. نحط بس ايه شوية خل صغننين كده، ده بقى سر الخلطة. نحط شوية خل صغننين، يعتبر بس ايه نص معلقة، بتخلي برضو الرز مفرفر خالص وجميل. اهو الاكلة دي يا جدعان العشق، حلوة جدا. يعني بص انا يعني كل الشعب المصري فعلا حرفيا بياكلها، اللي مش بياكلها يكتبلي في الكومنتات، بس انا حاسه اللي الكل بياكلها. كنت بقى مقطعه بطاطس وحمرتها، ممكن مثلا بقى تسلقيها وتعمليها مثلا برضو متحمره كده، اي حاجه. وادي الرز مفرفر معانا وجميل ازاي، خطير. ولا الريحه حلوه اوي، والله اكله بسيطه بس والله العظيم يعني جميله. اهو، ودي اكلتنا النهارده، بألف انا مش شايفه يا رب على اللي ياكلها. اهو جميله جدا، ولا الريحه خطيره فعلا. يلا يا حبايبي اللي لسه بقى مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس ولايكات كتير، فرحوني كده بالكومنتات بتاعتكم. تعالوا بقى اتفضلوا معايا. يلا باي باي.